السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في مطبخ أسامة. كيف كتشوفوا معايا اليوم غنوجد معكم طريقتي في تحضير السمن. هنا بالنسبة للمقادير ماشي شي مقادير كثيرة، هنا غنستعمل هنا الزبدة سونطرال سبيسيال. عندي هنا كيلو ديال الزبدة كيف كتشوفوا، جبدتها لي قبل من الثلاجة باش يلا كتكون مرخوفة ليا بهذا الشكل هذا. عندي هنا الماء باش غدا نغسل هاد الزبدة، الماء يكون بارد طبيعة الحال. وبالنسبه للمكون الاساسي اللي هو الماء ديال الزعتر، هنا عندي الماء ديال الزعتر، خديت الماء طيب وخديت تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الزعتر، كبيتهم عليها الماء طيب ودرت معاهم 3 المعالق كبار ديال الملحه الحيه وكبيت عليهم الماء طيب وخليتهم حتى بردوا تماما. راه بارده، هاد الزعتر راه بارد تقريبا بارد. غنخليه حتى دابت ديك الملحه الحيه اللي درت فيه، هو باش غدا نغسل المره الاخيره هاد الزبده هادي باش كتنسم لينا بهاد المياه ديال الزعتر هذا. دابا غنخليه على جنب حتى كيبرد تماما، حيت باقي دافي واحد شويه، حتى كيبرد على ما وجدت الزبده انا عاد غنهز هاد الماء ديال الزعتر وغدا نصفيه. هاي بالنسبه لهاد الزبده غدا نحيدها من هاد البول هذا صافي. غنعركها واحد شويه ندير ليها الماء. علاش هاد المرحله علاش كندير ليها الماء؟ باش كيخرج منها هذاك الحليب ديالها، ما كيبقاش وسطها الحليب. بحال كنغسلوها بهذا الشكل هذا. طبعا نفرغ عليها هذا الماء هذا ونبقى نعرك فيها. هاد العمليه غنديرها على 2 دفعات اولا 3 اللي بغيتو. انا غنستمر نعركها بحال ما هكذا، عاد غنصفيها. عركتها المره الاولى غادي نصفيها من هذا الماء، كيولي فيه الحليب، كينزل داك الحليب اللي في الزبده صافي. دابا غنصفيه ونعاود مره اخرى ثانيه باش كتصفى نهائيا من داك الحليب. هنا كنعاود الماء مره ثانيه، كنعاود ندير لها الماء بهذا الشكل هذا. كنغسلها الماء من الروبيني وكنبقى ندلك فيها ثاني حتى كيحيد منها مازال الحليب. هاد العمليه غنديرها 3 الخطرات، عاد غنرجع معكم ملي غنبغي نضيف لها الزعتر. هنا كيف كتشوفوا دابا كملت، درت لها الغسله الثالثه. كيف كتشوفوا الماء ولا صافي مابقاش فيه الحليب. غادي نصفيه كذلك كنحيدو باش هاد الخطره غندير ليه الماء ديال الزعتر. هنا في هاد المرحله هذه كنجيب الماء ديال الزعتر اللي صفيته بطبيعه الحال يكون بارد، برد ما يكونش سخون. هاد الماء الزعتر غنعاود نذكركم راه درت 3 المعالق ديال الزعتر، كبيت عليه الماء طيب وزدت عليهم 3 المعالق ديال الملحه الحيه حتى دارت وسط منه. اذا ما غنستعملش الملح هنا، اذا لانني عندي الملحه في الزعتر غنفرغ غير شويه بحال غنغسلها ثاني بهذا الماء ديال الزعتر بهذا الشكل هذا. هاد الكميه الاخرى غنخليها. هنا ثاني غنعاود نفس العمليه درت في الاول، كنبقى ندخل فيها هاد الماء ديال الزعتر بشوي بشوي غير بحال كنغسلها. هنا ملي دلكت واحد شويه دخلت فيه شويه ديال الماء ديال الزعتر غنصفيه، عاد غنعاود نفرغ عليه هاد الماء اللي باقي عندي. هنا كيف كتلاحظوا انا صفيت هذاك الماء ديال الزعتر. دابا غنعاود هاد الماء اللي تبقى ليا غادي نفرغو عليها، نفرغو كامل باش كيتشرب ليا داك الماء صافي.
هنا كنحاول ندير توقو باش كيدخل ليا الماء ديال الزعتر هنا بهذا الشكل هذا. هاد الماء غنخليه فيها يبات ليله كامله باش كيتشرب ليا داك الزبده، كتشرب الماء ديال الزعتر وكتشرب ليا حتى الملحه، كتولي ملحه عندي الزبده بهذا الشكل هذا. دابا غنغطي عليها بالسلوفان ونخليها تبات ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله، وغدا نرجع معكم باش نعاودو نصفيو هذا الماء اللي غادي يبقى فيها. هنا كيف كتلاحظوا خليت بات فيها هذا الماء ديال الزعتر باش يلاه كيطلق مزيان في هذه الزبده هذه. نحيد هاد الزبيده اللي سقات هنا صافي. كنعاود نحلها واحد شوي، ندخل فيها شويه الماء بهذا الشكل هذا. كتلاحظوا بان الزبده تغير اللون ديالها لان خدات اللون ديال الزعتر بهذا الشكل. صافي دابا غنصفي هاد المياه هادي وغنديرها في واحد الثوب معقم. غنصفيه وغنرجع معكم. هنا كنجيب واحد الثوب ديال حياتي يكون معقم، هو اللي غندير فيه هاد الزبده هادي. كنهز شوي بشوي بهذا الشكل هذا. هاد الثوب هو اللي غيصفي لينا كاع ديك المياه اللي باقا في الزبده. انا صافي حولت لهاد الزيف هذا. دابا غنحاول نعصرها مزيان ونخليها حتى كتسقطر تماما بهذا الشكل هذا. داك الماء اللي باقي كينزل في هاد الانيه هذه بهذا الشكل. غنخليها تقريبا واحد الساعه اولا ساعتين حتى كتسقطر مزيان. عاد غنرجع معكم باش غنديرها في هاد القله هذه ديالتها. نخليها بهذا الشكل هذا حتى كتصفى ونرجع معكم ان شاء الله. انا ملي خليت الزبده حتى تصفات واحد شويه، دابا غنعاود نرجعها للقصريه. صافي دابا راه صفيتها ونشفات، غادي نعاود نرجعها للقصريه بهذا الشكل هذا. انا واحد المرحله غنديرها لها هنا في هذه المرحله هذه ملي حيتها من الثوب ديال حياتي. هنا وهاد المرحله هذه غنوريها لكم. هنا عندي السمن اللي فايته مصاوبه دابا عام هذه. هذا هو السمن اللي صايبت دابا عام كيصبر، كيبقى عندي هانتوما دايره في القله كيصبر، كيجي رائع. ما تصوروش الريحه ديالو شحال زوينه هاد السمن هذا. هنا غناخذ واحد المعلقه ديال هاد السمن اللي عندي قديم. هذا هو الشكل ديالو. ناخذ معلقه كبيره غنديرها مع هاد الزبده هذه باش كيسرع عليا العمليه ديال التسمين ديال هاد الزبده هذه. هاد السمن اللي حطيت غادي ندخلو في هاد الزبيده هذه. هانتوما كيجي رائع بزاف هاد السمن هذا، تصوروش ريحته شحال زوينه. غندخلو في هاد الزبده هذه، غندلكها مزيان، ندخل فيها هاد السمينه هذه، عاد غنديرها في القله. صافي دابا هاد المرحله انا ساليت المراحل كاملين. في هاد المرحله هذه غنديرها في القله. اللي غندخل فيها السمن غنديرها في القله. غناخذ هاد القله الثانيه اللي خاويه. هاد القلات راه كيكون الثمن ديالهم رخيص وكيحافظوا لينا على السمن. هنا غادا ندخل فيها هاد السمينه هذه غير بشويه بشويه. هنا كنحاول ندخل فيها هاد السمن مزيان باش ميبقاوش الفراغات. وهنا كيف كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال السمن ملي درتو في القله. هذا درتو في القله باش نوريكم الطريقه ان القرعه ممكن تستعملي فيها السمن
درتو ثاني في القرعه كيلو ديال الزبده، خرج لي هاد الكميه هادي، نص كيلو هنا ونص كيلو هنايا. وهنا عندي السمن القديم اللي عندي الحي، هو هذا اللي فايته مصايباه، كيجي رائع بزاف هاد السمن هذا. نفس الطريقه اللي درت لهذا هو اللي درت هاد السمن القديم اللي عندي، قد ما تعطلتوا عليه كيعطي نتيجه احسن. هنا المده اللي غيولي صالح للاستعمال ما بين 40 يوم حتى لشهرين غيولي صالح للاستعمال. نتمنى ان طريقتي اللي درت معكم تعجبكم وتجربوها. بالنسبه لهنا لهاد القله هذه غنغطيها بواحد الزيف بهذا الشكل هذا. خص دائما يكون الزيف نحكموا الاغلاق ديالو مزيان. عاد غدا كنضغط عليه بهذا الشكل هذا، كنفرغ عليه واحد شويه ديال الزعتر من الفوق باش كيجيني بقى ليا منسم بهذا الشكل هذا. صافي من الفوق غندير واحد السلوفان بلاستيك غذائي، اولا ممكن تستعملوا الملحه الحيه هي من الفوق. انا غنغلق عليها ونوريكم الشكل ديالها في الاخير. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات، ودائما فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ولي بارطاج مع الاهل والاحباب باش فائده. وشكرا.